سلام ومرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة حديث ريديت. هنا كنجيبو قصص حقيقية من ريديت للناس اللي باغيين نصيحة واللي باغيين يعرفوا شنو ممكن يديروا في الحالة اللي عندهم، الناس اللي باغيين غير يشاركوا التجارب ديالهم، وحتى نقراو مشاكل عباد الله باش ننساو المشاكل اللي عندنا. ونبداو. وعنوان القصة الأولى تيقول: واش أنا غلطة حيت ما كنطيبش البنت راجلي؟ سلام بنات، أنا عام باش مزوجة، راجلي مزوج ومطلق وعنده بنت عندها 15 عام. المهم في الأول كنا غير أنا وياه، هي كانت مع جداتها، صافي من اللي قرب الدخول المدرسي جات تعيش معانا، وهذا الشيء أنا كنت عارفة قبل الزواج. مهم الأم ديالها مزوجة وخالتها ما تقدرش تخليها مع راجل غريب، لذلك بقات عند باها كتمشي عندها غير السبت والحد. هاد البنت كتقرا كتنوض في الصباح وكتجي مع 12 ونص. في الاول باباها كان كيجيب ليها الناغيتس والفريت، صافي ديما تيكوموندي ليها من برا. بقات على هاد السيستيم، كتاكل وكتمشي للمدرسه مع 2 ونص حتى كترجع مع 6 ونص. هذيك اللحظه انا كنوض على خاطري وكنطيب الغدا، صافي ملي كيجي كيلقى الغدا واجد. مؤخرا الاب ديالها قطع عليها داكشي ديال برا على اساس تبقى تاكل الماكله ديال الدار، ولكن هي في الساعة اللي كترجع فيها كنكون أنا باقي ناعسة. يعني كترجع مع 12 ونص كتبقى باقي ناعسة. زاد قال لي أن البنت كتقول لي كنجي ما كنلقاش شنو ناكل، واقترح عليا نبقى نوجد الغدا بالليل باش يبقى واجد في وقت الغدا. قلت ليه ماشي مشكل نوجد الغدا بالليل. قال لي واخا، ولكن الدريه راه كترجع مع 6 ونص باش تاكل وتمشي للسونطة، وحنا كنتغداو مع 4. يعني الدريه ملي غادي ترجع راه ما غاديش تلقى الغدا. دابا البنات جاوبوني نتوما، دوني على قد عقلي شنو هو المعمول باش نبقى مقابله غير الكوزينه. الا كنتو في بلاصتي شنو غادي ديروا؟ شنو غادي نديرو؟ بصراحه الطياب ما تيديش النهار كله، وبالاخص الطياب المغربي ديالنا بحال مثلا الطاجين. راه اسرع حاجه هي انك تنصبي الطاجين، راه 10 دقائق كاع كتكوني نصبتيه. ولكن المشكل اللي بان ليا هو هذاك النعاس حتى 12 ونص حتى الوحده. راه ما مزيانش نعس في حتى لذاك الوقت، حيت النعاس ديال الصباح كيمرض، وعند تجربة والله، كيعلم الجسم الخمول. والنهار أصلا ما تيبقى فيه والو إلا نعستي حتى الوحدة، النهار ما تبقى فيه حتى حاجة. والمرا واخا تكون مريحة غير في الدار، ما خدامة، ما عندها وليدات، تحاول تفيق بكري شوية على حساب صحتها وراحتها باش يبقى ليها النهار كله. أما بالنسبة للبنت والطياب راه ماشي شي مشكل كبير، ساهل يتحل، صغير شوية ديال التنظيم ويتحل المشكل. شوفوا التعليق الأول كيقول: أويلي يا اختي حتى 12 ونص راه بزاف، بقاي تفيقي مع 10 في الطريق، صاوبي الغدا بالزيت يبقى ليها منو نهار كامل، منها تكوني تهنيتي من الطياب، منها دير ليا تاكل وتمشي. التعليق الثاني تيقول: حشومة عليك، كون كانت بنتك كون لقيتي حل، ولكن المشكل ماشي في الطياب، المشكل في أنها ماشي بنتك. والتعليق الثالث كيقول: أويلي مالكم هجمتوا على السيدة، راها ماشي بنتها وما مسؤولاش عليها. نتوما شنو بان ليكم؟ حيت هي من واحد الناحية راه ماشي مسؤولة عليها، ولكن ما عرفت الصراحة. والقصة الثانية بعنوان: واش أنا خايبة حيت ما بغيتش نشقى على عكوزتي؟ سلام، محتاجة نصيحة ديالكم والله. أنا عروسة جديدة ويلا هادي شهر باش تزوج، وساكنة مع ناسي. أنا عندي طبقة الفوق وهما لتحت. مهم أنا موالفة كنفيق كنجمع الدار وكنطيب لراجلي ماكلتو وصافي. مرة كنهبط عند عكوزتي كنجلس معاها شوية، غير الا هي عيطات ليا وصافي، حيت بغيت يبقى داك الاحترام بيناتنا وبغيت يبقى التقار، ما بغيتهمش يدصروا عليا. وهذا النهار جات عندها بنتها اللي هي لوستي وعيطوا عليا، صافي وانا مجمعه معاهم. بقات كتعاود ليا على واحد مرات لوسي كانت ساكنه معاهم وعزلوا، بقات كتقول عليها حادقه، كتحط غير الذهب من يديها، ما كتخليش امي تحط يديها في الماء بارد. ناري شحال ما كنحملش هاد الحشيه الهضره.
وهاد المقارنات الخاوية. المهم قالت لي ما كتخليش امي ديري يديها في الماء بارد شويه وهي تقول لي ومازال ما شفنا حدا هكاك نتيا. انا جاوبت على نيتي قلت لها داكشي اللي قديت عليه كنديرو في داري. وهي تقول لي انا تنهضر على عجوزتك، خصك تبقاي تجي في الصباح تشقي ليها تعاونيها، هي راه بحال ماماك وداك الساعه فاش تسالي عاد طلعي للدار. اصلا كاع العرايسات هكا، حنا جبناك باش تعاوني مي. ويلي على جبناك باش تعاوني مي، جبناكي باش تعاوني مي. المهم قالت لي حنا جبناك باش تعاوني مي شويه، راه عيات مسكينه، انت ما كتهزي ليهاش حتى كاس ديال الماء. هي تختمها بواحد الضحكه صفراء وضحكت ليها حتى انا وقلت لها سمحي لي ولكن راه مفروض عليا غير داري وراجلي، انا ما قداش على الشقه ديال جوج ديال. وهي دير فيا واحد الشوفه خلعاتني، هي وعجوزتي بقاو غير تيخنزروا فيا. ما بقيتش مرتاحه وانا نقول لهم سمحوا لي خليت لكم الراحه، راه راجلي ما بقى ليه والو يجي وخصني نطلع. دابا واش هاد الشي هو اللي كان خاصني ندير ولا قصحت معاهم الهضره اشنو ندير باش نتفادى هاد النقاشات الخاويه، حيت انا حدوديه وما مالفاش بحال هاد الشي. امم التعليق الاول كيقول هي ما كانش عليها كاع تبقى تحشي الهضره وتعيرك. مرات خوها الاخر ما كانش عليها تبقى تحشي الهضره وتعيرك بمرات خوها الاخر، كان عليها تقول لك اختي الله يحفظك مره طلعي على امي وعاونيها ربي يخلصك مرات خويا. والتعليق الثاني تيقول اودي بحال هاد اللوسه سرها ديك الهضره، ولكن حتى انت مره عاوني عكوستك، ماشي على قبلهم ولكن على قبل راجلك، وماشي كل نهار غير مره ولا طيبتي شي حاجه توقيها منها. كانت هذه هي القصه الثانيه. انا شخصيا ضد هاد الاسلوب باش هضرات الوسطى، والله الانسان ما كيعرفش يهضر ما تعرفش يقول كلمه زوينه، وبالاخص الا بغى منك واحد المعروف راه خصو يهضر معاك بواحد الطريقه اللي مزيانه. وعلى ما فهمت ما موضحاش هي واش عكوزتها ساكنه غير وحدها ولا لا، ولكن على ما فهمت كنظن غير وحدها. الا كانت غير وحدها راه الدار اصلا ما غاديش ترون، الدار الا تجمعات ساكن فيها واحد بوحدو راه صعيب باش ترون، يعني ما غاديش تحتاج تجمع كل نهار. والماكله تقدر تقول ليها عافاك راه مهم كتبغيش تاكل وحدها، الا طيبتي شي حاجه عيطي ليها. وتيقول لك المثل بحلاوه اللسان كنجبدوا الحيه من الغار، يعني غير بحلاوه كلامها وبادابها تقدر توصل شنو بغات تقول بلا ما تخرج العيب، بلا هاد الهضره الخاويه هادي. ونشوفوا القصه الثالثه بعنوان مراتي ما بغاتش تكتب ليا الدار. طلّقها خويا ما بغاتش تكتب لك الدار ويلي طلّقها هادي ما مزياناش. واو! المهم القصة والمشكل تيقول هذا راه مشكل هذا الصراحة راه ماشي قصص هادو راه مشاكل. كيقول أنا راجل عندي 36 عام ومزوجين عامين. في الأول فاش تخطبنا كانوا أهل مراتي مفاهمين وكلشي داز مزيان وكانوا عارفين. بلاتي بحال خربقت شوية القصة هو تيكتب فيها. من أول ما تخطبنا كانوا أهل مراتي مفاهمين كلشي داز مزيان، وبسبب ظروفي المادية ما قدرتش نشري دار، بقينا ساكنين في بارتمان عند خو مراتي كانت شاريها ليها من شحال هادي ومسجلها بسميتها. يعني دابا البارتمان خو مراتك اللي شراها لختو وكتبها ليها. أوكي. بصراحة من نهار بدينا كنسكنوا فيها وبدا كيجيني واحد الإحساس بالنقص، كنقول مع راسي أنا الراجل في الدار، خص يكون عندي ملكية، خص يكون عندي حقي باش أنا نحس بالاستقرار، ماشي على ود الفلوس ولا الطمع ولكن إحساس ديال القوامة والرجولة. راه فاهم القوامة والرجولة غلط، قال لك ماشي على ود الفلوس ولا الطمع. عرفتيني بشكل. المشكل هي أن مراتي ما مفهماش هاد الجانب، كتقول باللي الشقة ديالها حيت جاية من عند باباها ومسجلة بسميتها قبل. دابا اختي واش كتبها ليها باها ولا خوها؟ المهم كنظن غالبا غيكون كتبها ليها باها غير غلط في الأول. مهم ما مفهماش علاش بغيتها تسجل بسميتي. فهي من حقك يكون عندك ملكك، ولكن ديرو بدراعك. انت راك قلتيها قلتي انا راه راجل زعما بادي بالقصه ديال انا راجل عندي 36 عام، وانت راجل وعندك 36 عام غتسنى مراتك ولا باباها ولا خوها هما اللي يديروا لك الدار؟ اويلي بركه دايرين فيك خير فاكينك من الكرا.
والمهم كل مرة كنفتح الموضوع كيبدلو الهضرة، كيوقعوا المشاكل وكتقول ليا باللي الطلب ديالي فيه شك وانعدام ثقة، مع أن العكس هو اللي كاين. غير بغيت نحس براسي مستقر ونحس باللي الدار داري، لا ما يبقى داك الإحساس ديالهم ماشي ديالي. هاد هاد الدار داري تفكرت الشعيبية ملي كانت تقول داري، تيقول لها كبور داري بحال هكا. دابا الموضوع ولا مأثر على حياتنا الزوجية كاملة، ووصل بيناتنا حتى التفكير في الطلاق، غير حيت بغيت البارتما تسجل بسميتي. ناري هاد مراتك ما مزياناش. ناري ما كتسواش، كيفاش ما بغاتش تسجل البارتما اللي شاريها ليها باها بسميتك. بغيت نصيحة منكم شنو ندير باش نقنعها، كيفاش نشرح ليها الحق ديالي بلا ما تحس انني كنشك فيها ولا نجرح. اويلي اش من حق عندك؟ اش غنقول لك اخويا يا ربي طلقك، والله خصها تطلقك باش تخرج تعرف بحق التشرد واحد شوية، تعرف بحق الكره، تعرف بحق النعمة اللي انت فيها. المهم التعليق الاول كيقول كون راجل، بغيتي تحس بالدار دارك كري عندها خلص الكرا. نيشان من الاخر، منين انت راجل وفيك هاد النفس كامله خلص اخويا الكرا، خلص الكرا باش تعرف نيت بحق الرجال. منين كيجيبوا الرجال فلوس ومنين كيخلصوا الكرا خصك انت تخلص باش تحس براسك راجل مزيان. يعني ترى ما بقاتش في كلمه انا راجل وانا بغيت وانا كذا. ما عرفتش واش عندهم وليدات ولا لا، ولكن يا ربي ما تولدش معاه، حيت بحال هاد الماركات تيكونوا شويه مرض في راسهم، والعشره معاهم العشره معاهم زيرو والله. المهم كانوا هادو هما القصص ديال اليوم، لا كانوا هادو هما المشاكل ديال اليوم، حيت هادو مشاكل صراحة ماشي قصص. خصني نبقى نبدا الحلقة ونقول المشكل الأول بعنوان بلاص ما نبقى نقول القصة الأولى، فنقول المشكل الأول. البنات اللي بقاو معايا حتى الآخر شكرا لكم بزاف، وحتى اللي ما بقاوش حتى هما شكرا لكم. ديروا سبسكرايب، شكرا على الدعم ديالكم، تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.